واصل المنتخب الوطني الجزائري مساء يوم أمس تحضيراته الجدية لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية المقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الدور ثم النهائي لكأس إفريقيا 2025 في أجواء إيجابية عكست الروح العائلية والانسجام الكبير داخل المجموعة، حيث أظهر لاعبو الخضر التزاما وتركيزا عاليين خلال الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والذي ركز رفقة طاقمه الفني على الجوانب التقنية والتكتيكية مع تصحيح أدق التفاصيل التي قد تصنع الفارق في مباراة إقصائية بهذا الحجم. كما يسعى بيتكوفيتش إلى تأكيد قوة المنتخب بعد الأداء المميز في دور المجموعات، وهذا من خلال تنويع الحلول الهجومية واعتماد خطط تكتيكية مرنة لإرباك المنتخب الكونغولي المعروف بقوته البدنية والتنظيمية. وتجرى هذه المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء 6 من جانفي بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، في مباراة لا تقبل القسم على 2، وتعد بوابة العبور إلى ربع النهائي وفرصة لمواصلة المشوار بثبات وتحقيق تطلعات الجماهير الجزائرية. في الختام، هل تتوقعون تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي أمام الكونغو الديمقراطية؟ ولماذا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.